الفيديو اللي هتشوفوه حسب التعليقات، ومش هقول تعليقات طلبة كلية علوم لأن كل بوست منشور تحت حساب مجهول الهوية. تخيل في حق بنت بندور عليه ومع ذلك مفيش حد منهم اتحرك بشكل رسمي ومعاه دليل يقدمه. اقسم بالله لو انا معايا دليل اروح اقدمه بنفسي واسلمه لحد من اهل روان. اما لما يجي التحقيق عشان اجيب كل الرجاله. معلش بقى فين يا بنت؟ كنت طالب بنت ملاك. اتفضل معلش. كنت طالب بنت ملاك يا بني. طب احنا داخلين بعد الملف طيب هنوصل لايه؟ بعد الملف لا مكسب. واحدة صاحبتها بتقول والله أنا معايا نسخة من فيديو، في حد مش عارفة هي ماسكة عليه فيديو وهددوها وقالوا لها هنقتلك ومش عارف ايه. وفي واحدة في بنت كانت بتساعد على ده. وموضوع اللي هو جه ببدلة وخد حاجتها ده اقسم بالله انا شفته بعيني. واحد جه شال الموبايل وشنطتها وحاجتها وببدله كده، بس انا عمري ما شفته في الجامعه، انا ما اعرفوش، ممكن في الجامعه بس انا ما اعرفوش، غريب بجد ما اعرفش اسمه ايه. جه شال حاجتها واختفى. عايزين تقنعوني ان زمان روان ناصر رحمة الله عليها اللي خرجت الظاهر في جامعة الزقازيق بكل شجاعة ما عندهمش جراءة يقدموا دليل إدانة عشان حق زميلتهم؟ واضح انها تصفية حسابات. والفيديو المنشور وقرار مجلس إدارة الجامعة بتحويلهم للتحقيق قرار مهني بعيد عن روان ناصر رحمة الله عليها بمخالفات عمل. بناشد مجهول الهوية، لو معاك دليل روح قدمه لوالد روان.